السلام عليكم عبد القادر. السلام فؤاد. شوف فؤاد الصوص برك نبداو مع رجالي. فؤاد منسق مستغانم. السلام عليكم صحراوي. سلام سلام. وعليكم السلام نافع. سلام ابراهيم. سلام. السلام عليكم. سلام الحج. سلام. سلام. السلام عليكم. بارك الله فيك عبد القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مناضلين التنسيقية الوطنية خدماء الجيش الوطني الشعبي لجميع الفئات، سلام الله عليكم. عندنا فيديو نتكلموا فيه على بعض النقاط الخاصة بالتنسيقية وجدول الأعمال اللي تطرقنا له الأسبوع الماضي. أولا باسمي وباسم مناضلين التنسيقية والمنسقين الجهويين والولائيين نشكر السيد بن عدلة بومدين المنسق الجهوي لولاية المنسق الجهوي للناحية الغربية، المنسقين الولائيين اللي حضروا في الاجتماع تاع سيدي بلعباس بيتلاغ. كذلك نشكر المنسق الولائي لولاية سيدي بلعباس حاتم عيسات والمناضلين اللي معاه اللي حضروا. نشكر المنسقين الولائيين. نقول لك هواري والمنسقين الولائي اللي حضروا حاتم عيسات من سيدي بلعباس، نقول لكم بارك الله فيكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي قمتوا بها في الاجتماع المنعقد ب 26/4/2025 بتلاغ. الزيارة تاعنا لسيدي بلعباس كان برنامج عمل، بيان تاع التنسيقية، داو المنسقين الولائيين حضروا مضاو، تفاهمنا في بعض النقاط الخاصة بالقضية، وفي نفس الوقت تكلمنا على الظرف الحالي تاع الوضع قلنا على الوضع تاع التنسيقية، تكلمنا على تعزيز جبهة داخلية وتلاحم وطني بالنسبة للناس اللي حضرت في الاجتماع. راهي حضرت، وان شاء الله يوصلوا الشيء اللي تكلمنا فيه سيدي بلعباس يوصلوه للبلديين والمناضلين في لقاءات في ولايتهم. كذلك كان عندنا برنامج عمل في الناحية الخامسة ب 15 ولاية وحضور المنسق الجهوي بونا بالتوفيق. كان الاجتماع راح يكون في تبسة، من بعد يكون في سوق هراس، ومن بعد يتبدل، وبعدها اتفقنا باش الاجتماع الجهوي للناحية الخامسة يلغى إلى إشعار آخر. قلنا وزيدوا نشوفوا بعض النواحي الأخرى الوسط والجنوب الكبير، ونفس البرنامج الخاص في سيدي بلعباس راه يكون في جميع النواحي. احنا اللقاء هذا باش تجناه إلى إشعار آخر ما عندنا حتى مشكل. والله تجيك ممكن الناس تأول في صفحات التواصل الاجتماعي بعض التأويلات وتهضر كلام من ومن. احنا ما عندنا حتى مشكل في ولاية نروحو عزاز مكرمين وندخلو ونخرجو سالمين غانمين، وخاصة مع السلطات الأمنية. بعض الناس يقولك ممكن ما قدروش يديروا الاجتماع ولا. احنا ما عندنا حتى مشكل مع السلطات الأمنية، منا من ولاية ميلا ل 57 ولاية. منين نروحو الحمد لله نقعدو المنسقين الولايين الجهويين المناضلين نحضروا ونكتبوا الانشغالات تاعنا، نديروا جدول الاعمال تاعنا ونخرجوا نروحوا سالمين غالبين. يعني نقولوا الحمد لله اللقاءات اللي رانا نديروهم ما عندنا.
قلنا ما عندنا حتى مشكل مع أي سلطة أمنية أو عسكرية في ولاية، نقول لهم بارك الله فيكم على التسهيلات ولا الشيء اللي تقدموه لنا في هاد اللقاءات، ونقل الانشغالات تاع اللقاءات اللي راهي تصرى على جميع الأسلاك الأمنية. إخواني المناضلين، الفيديو تاعي هذا راح يتكلم على التسوية ويتكلم على موضوع آخر اللي خاص بالتنسيقية من نوجاي أو من الاجتماع اللي صار في بلعباس ورايح. احنا حبسنا اللقاءات هادو نشوفوا الكبيرة والصغيرة على المستوى الوطني الداخل والخارج وفي نفس الوقت نتبعوا في القضية تاعنا مع مسؤولين على الملف هذا على مستوى النواحي، نتبعوا فيه. والخطرة هذه في اللقاءات تاعنا الاجتماعات تاعنا تكلمنا تسعين في المية في اللقاءات ولا اللقاءات الجاية راها نتكلموا على الشيء اللي طالب به القيادة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، واللقاء اللي داروا الأمين العام لوزارة الدفاع اللي هو تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني. يعني احنا كمواطنين جزائريين كعسكريين سابقون لازمنا نكونوا على دراية بأي حاجة، نكونوا ديما واجدين للشي هذا، وديما الحيطة والحذر. كاين بعض قلنا صرا اتصال بيننا كمنسقين وطنيين ورؤساء تنسيقيات ومنسقين جهويين من تنسيقية المتقاعدين والمعطوبين وأرامل الشهداء للتنسيقيات تاعنا تاع قدماء الجيش، لجنود 18 بليسيس، الجنود الاحتياط 95-99 وللدفاع الذاتي. كان تنسيق بيناتنا ويكون برنامج واحد ان شاء الله، وقريب نتلاقاو كرؤساء التنسيقيات والمنسقين الجهويين عن قريب ان شاء الله، ونتكلموا في موضوع الخاص بهذه النقطة اللي كنا نتكلم. بعض الزملاء او بعض العسكريون من جميع الفئات يقولوا احنا ما تعنيناش، هذه هضر لي على التسوية، انا كذا نصرى نجرى. داكور، احنا نهضروا على التسوية وهضرنا بما فيه الكفاية ودافعنا بشراسة بما فيه الكفاية على جميع المستويات، المطالب اجتماعية، ساكن، بناء ريفي، عامل، ودافعنا كذلك على المطالب في وسط في اللقاءات الرسمية على جميع الفئات دافعنا. اليوم نتكلموا في موضوع خلاف. كاين بعض الناس ما يعجبهمش الكلام هذا، وهم مش الناس كامل، حنا نقولوا فئة قليلة، واللي تقول حنا ما تعنيناش هذه، حنا تعنينا. حنا رانا هاد المسؤولين في الدولة اللي رانا نتعاملوا معهم، هما مسؤولين في الدولة، وحنا رانا ندافع على الدولة وعلى مسؤولين الدولة. شوية السينيال في الفيديو هذا. حنا الحقوق تاعنا نجيبوها من عند الدولة الجزائرية ونجيبوها من عند مسؤولين الدولة الجزائرية، سواء سلطة مدنية أو عسكرية على جميع المستويات. ندخلوا ونطالبوا ونهضروا، ما ديناش اليوم نديو غدوه، ما كانش يستقبل اليوم يكون غدوه، ما كانش غدوه يجي بعدها بعد شهر. ليسونسيال رانا نمشيو وننسقوا مع بعضنا على حوايج هكذا. لهذا الناس اللي تقول حنا ما تعليناش شوف لنا غير التسويه، حنا ما نشوفوش غير التسويه، نشوفوها على جميع الجوانب. كيف حنا ثاني الامن والاستقرار نجيبوا الحقوق هادو اليوم وغدوه نزيدو نجيبو وغدوه، ونبقاو ان شاء الله بخير، وربي يعطينا الصحة والعقل باش نخمو وباش نمشيو. الفئة اللي قليلة اللي راهي تهضر، انا نقول لكم رجعوا لعقولكم شوية، ربي يعطاكم عقل وراكم كبار. صفحات التواصل الاجتماعي اللي راهي تدور، انا واش راح نقول لكم في المنبر هذا، وان شاء الله الناس كامل تشوف الفيديو تاعي هذا، يعني نقول لكم منا باسمي
دايرين فينا الثقة ومنا حنا تاني الوفاء. الشي اللي نهضرو لكم هذاك هو. يعني أنا نوصيكم صفحات التواصل الاجتماعي يعني الحذر أو الحذر والحذر من الأخبار الكاذبة والتضليل الرأي العام في صفحات التواصل الاجتماعي. راهو من هبة ودبة يكتب واسماء مستعارة، وفي وسطنا دخلاء، وفي وسطنا والناس تكتب ما يحلو لها في الصفحات، والصفحات راه مفتوحين وراكم تلقاو واش تكتب. انا نقول لكم حذاري واليقظة واليقظة. مول المنشور ديما شوفوه شكون، تبعوا شكون، وانا ميتفرجوا فيا حتى من برا. راه كاين اللي هنا وكاين اللي لبرا وميتفرجوا في الفيديو تاعي هذا وميتفرجوا فيه. كاين اللي جاوبنا عليه بالميسنجر ولا بالواتساب، وكاين اللي ما هضرناش معاه خلاص وشفناه من بعد كامل لقيناهم كامل ارانب. هاد الناس كامل ارانب. وانا مانيش صاحب سلطه ولا حاجه باش نقول لكم الكلام هذا. ليسونسيال حنا كجزائريين بالدرجه الاولى كمواطنين جزائريين، وبعدها كنا عسكريون، وبعدها رجعنا عسكريون سابقون، وعشنا في مرحله ما. وحنا المرحله هذيك ان شاء الله ما ترجعش. المرحله اللي فاتت ما ترجعش، وما ترجعش بالرجاله. يعودوا الرجاله كاينين. ما تبقاش تقول لي انا واش دخلني انا الدوله تدبر راسها ولا المسؤولين. الدوله تاعنا كامل كي المسؤول كي حنا، والمسؤوليات ولا هاد المسؤولين حنا تاني لازمنا نحترموا رايهم، ولازمنا نسمعوا وناخذوا الراي ونمشيو في الطريق الصحيح كامل. وانا راني نهضر وراني في كامل راني نهضر يعني بشفافيه، ونهضر بالدارجه، نهضر بيا باه نوضحوا لبعضنا مليح مليح، ماني زايد حتى على واحد لا بالوطنيه لا والو. البلاد هذه بلادنا كامل، قلنا بينا بالمسؤولين. قلنا البلاد هذه او السينيال بزاف على الفيديو. ولي نهضر مع صحابي وخاصة هنا صحاب التعليقات السلبية اللي راني نهضر انا. الا كان كيما راك تهضر على روحك والضحكة على روحك، وكنت اللي بعيد علينا شوية. لو كان جيت قريب وتسمع لي اللي قاعد يعلق بتعليق سلبي، او من بعد انت نرموك كبير ما تكتبوش التعليق السلبي. ولكن انا نزيد نقول لك، ونبقى نقول لك حتى تصوب روحك، حتى تولي في الطريق الصحيح. حنا قلنا هاد المسؤولين اللي في الدولة الحقوق تاعنا هما المسؤولين عليه، وحنا ورانا نوصلوا في الانشغال وما ديناش السنه نديو العام الجاي، ما ديناش الشهر هذا نديو الشهر الجاي. ليسونسيال اي ماشيه التسويه تاع القضيه المطالب تاعنا راه نمشيو. كاين اللي عجبته الهضره تاعي وعلى بالو واش راني نهضر، وانا نشوف المدى الطويل ماشي نشوف المدى القريب. وانتم كنت تشوفوا الكبيره والصغيره على المستوى، راكم تشوفوا على المستوى الوطني وخارج الوطن، وخاصه هنا في الدول المجاوره اللي دايره بينا. راكم تشوفوا الشي اللي وصلنا ليه، وخاصة هنا على الجارة تاع مالي. فاغنر ووتم وعلى الحدود فاغنر ووتم. وكي نهضر لكم هذا تولي تقولوا حنا واش دخلنا في هذه. مي انا نقول لك وانت قول لي واش دخلنا. راكم تشوفوا في ليبيا كيفاه، راكم تشوفوا منا على المغرب كيفاه، هاك تشوفوا منا كيفاه. حنا نوقفوا، ماهوش وقت الضحك وماهوش اللعب. حنا ناضلنا بكري وجرينا وطحنا وهضرنا وصرامة، وما رانا نزيدو حتى لواحد بالنضال هذا. المستوى الوطني ما رانا نزيدو حتى لواحد، سواء في وقت الارهاب في الخدمه ولا في النضال. ما نزيدو حتى اللي سكن بصحته، واللي تسوى بصحته، واللي دبر بوست الخدمه بصحته. هادو كامل الفضل الدوله الجزائريه. كي سكنه كي لا خدمه كي لا ما ديتهاش من عند شامخ، ديتها من عند الدوله. واللي دا السكنه وداها من عند الدوله الجزائريه وبصحته، واللي ما داش بربي ان شاء الله يدي. والانشغالات تاعنا توصل للسلطات من شاف دايره لرئاسه الجمهوريه، وهي دي الساكن. ماشي اليوم تدي غدوه ان شاء الله، ما تديش سنه تدي العام ليسونسيال لك تدي الساكن. وحنا كامل عندنا مشاكل، والمشاكل الرقبه ومالغري وديما نقولوا يرحمها ربي. نحكموا في ربي ونحكموا في يد بعضنا ويتفرج ان شاء الله. يتفرج. ولا تقول لي انا خدمت ودرت كاينه رجاله تعب.
قلنا رجاله تعبت على البلاد هذيك كثر عليا وعليك، واللي يقول لك الشهداء تاعنا 1,500,000 او يكذب عليك. الشهداء تاعنا ام 7 ملايين، تقريبا 8 ملايين الشهداء، وما داو والو وماتوا ودافعوا بشراسة كثر عليا وكثر عليك على هذا الوطن الشريف. سينيالاو بزاف على الفيديو، انا ما نطولش فيه. الهضره تاعي ولا الكلام تاعي واضح، واللي حاب يدير كاين شي حاجه ولا مشكل ويتحكم في صفحات التواصل الاجتماعي ويطلق منشورات مغلوطه ويدخل في كانش ريزو حذاري، يعزم على التنسيقيه ويقول يدي التنسيقيه ويكتبوا عليا ويديروا لي لا في الخير نتعاونوا. لهذا انا نقول لكم كونوا فحل، كونوا فحل، والتسويه ان شاء الله هيتجي، والساكن يجي والاخر يجي، مي سيرتو الظرف هذا كونوا فحل ونسمعوا لبعضنا واش رانا نهضروا اليد في اليد. والتنسيقيه نعم للحمى لا تعزيز جبهه داخليه، التنسيقيه لازم تلاحم وطني، التنسيقيه واجده للتحديات الداخل والخارج الوطن. حنا رانا واقفين ونسعى وربي يوفقنا ان شاء الله في الشيء اللي رانا نديرو فيه، وان شاء الله نلقاو البيبان علينا مفتوحه منين نروحو ونتريقلو، وهاد المطالب تاعنا ميتريقلو ان شاء الله، ماشي اليوم غدوه، ماشي غدوه بعد غدوه. كان الوقت كنا نحكموا في يدين بعضنا، نتعاونوا. في الدرجه الاولى نحكموا في ربي، نشهدوا ونستغفروا، نوقفوا مع دولتنا، نوقفوا مع قياداتنا، يكون تنسيق تام على الوضع اللي رانا فيه. ربي يوفقنا وربي يعطينا عقل نمشيو به. المنشورات اللي راهي تدور على تكتب على الوزاره وتكتب على الرئيس وتكتب على اخر، فوتوا الحوايج هادو، نترفعوا شويه، حنا رانا كبار. المطالب تاعنا رانا راه مواطنين يعرفهم العام والخاص. المطالب تاعنا ولا الطموح تاعنا ماهوش في هذا لانفاليد وفي هذا، حنا في عيش كريم، في كرامه، في مزال حوايج بزاف رانا نطالبوا فيهم، ولازم قلنا المطالب تاعنا راني يعرفهم العام والخاص، وحنا نسعى